هاي الصورة، هاي صورة عبد الكريم قاسم. راح أعطيك ملاحظات بسيطة عن هذا الرجل. هو بمنصب رئيس الوزراء كان يطلع من الدفاع يركب مصلحة ويدفع 20 فلس كأي مواطن عادي. هسه المسؤول ما تعرفه منه. أنا البارحة دا أمشي 5 سيارات مظللة، منو قاعد بيها؟ ما أعرف. أي مسؤول، أي وزير، أي عضو مجلس نواب ما أعرفه، ما أدري بيه، شو يريد يصير خليه يصير. هو نكرة، هو نكرة، خليه يبقى نكرة، ما أريد أعرفه منه، ما أريده. سين وصاد مجهول، السين بالجبر مجهول، بالرياضيات مو مجهول، مجهولين هم. هذا رجل خلد التاريخ. راح أحكي لك لقطات عن هذا الرجل. هذا الآن مات قاعد إيجار بيت ما يملك بالعراق، وهو رئيس وزراء العراق. بنت أخوه بنت حامد أخوه الكبير هنا بالمتنبي، أنا شخصيا واقفة يمي، قالت أنا عمي رئيس وزراء العراق وأنا لغاية هاي اللحظة قاعدة إيجار. هم يأخذون 3 ملايين بدل إيجار. ليه تطلع لي بالتلفزيون هشام بن عبد الملك باق خراج افريقيا وذاك باق خراج مصر وهذا؟ لا تحكي لي قبل 1400 سنه. انت هسه دتبوك، هسه انت حرامي، كلكم شيوخ الحراميه. ما يصير تغيير، ليش؟ هذول خاضعين للاجنبي. هذا ما حاكم وطني، رجل مرتبط بالتيارات الاجنبيه. وقال هتلر، الله يرحمك يا هتلر، الله يرحم هذا الدكتاتور هتلر، قال أشكر الأجنبي الذي ساعدني على احتلال بلدي، على احتلال بلده. اكو واحد يساعد الأجنبي على احتلال بلده؟ نعم. شلون يصير بعد هذا؟ ما تشوفهم يردون أمريكا تبقى؟ ما تشوف هاي القواعد بحرير، بالعمادية، بالأنبار، هاي كلها قواعد أمريكية. شلون يصير الاحتلال؟ ايش وقت نصير فيتنام؟ ايش وقت نصير كمبوديا؟ ايش وقت نمتلك شجاعة غزة؟ على كل دائما الماضي أفضل من الحاضر، دائما.